تبليغنا من الشيخ عدبي توصيل الصواريخ إلى منطقة الفوانية عند مكان العماير اللي كانت قيد الإنشاء واللي راح تنفذ منها عملية الطيارة. فجت مرسيدس، وصلت مرسيدس أبيض ونزل منها الشيخ عدبي مع رمايين صواريخ ستيرلينج. نزلوا ينزلون ينطرون عند بيت الدرج. الطيارة طارت، احنا كنا نعتقد ان صاروخ واحد يكفي اذا ضربها، لان هذه يتبع الحرارة يفجر الانجن. فضرب اول رامي اللي هو حامد الشمري، الصاروخ ماله نزل تحت الطيارة ما حاشها. الصاروخ الثاني اللي ضربه جابر الظاهر الزاوية كانت عدلة، فقام الصاروخ يتبع الحرارة ضرب الانجن، صار اشتعال وهج كذي لهب وصار مثل مذنب والطيارة ترقرقت وقامت تخضخض. وبعد تنفيذ العملية انسحب القائد الشيخ عدبي فهد الأحمد ورماته من موقع التنفيذ مسرعين إلى سيارتهم المرسيدس البيضاء. نزلت الطيارة نزول اضطراري في منطقة البصرة. سمعنا هذا الكلام لاحقا من صدام حسين، كان قاعد يتكلم مع القيادات العسكرية العراقية بما فيهم علي حسن المجيد لأن كان الحاكم المحلي حق الكويت، وتوعد علي حسن المجيد أن سوف نضرب ونفعل ونترك ونعمل انتقاما للطائرة العراقية التي ضربت. معلومات استخباراتية وبرقيات أخرجها العدو وجهها إلى زمرته لإغلاق الطرقات المحيطة في موقع العملية وإخلاء المناطق القريبة من السكان، بينما حددت هذه الوثائق نوع السيارة التي تم تنفيذ عملية تفجير الجامبو جيت بها، وذلك للبحث وضبط أبطال المقاومة. تركت عملية إسقاط الطائرة أثرا بليغا في نفوس قادة المحتل العراقي، وأصابتهم بالخوف والذعر من العمليات التي ينفذونها.